مرحبا، اليوم راح اخذكم بقرية من قرى محافظة الأنبار وبالتحديد بمدينة الرمادي. قرية زنقورة سميت بهذا الاسم نسبة للرجل الانجليزي الاصل صاحب مهنة الزنق كرافت، اي النحت على النحاس في فترة الاحتلال الانجليزي حسب اقوال اهالي المنطقة القدماء. تقع منطقة زنقورة شمال غرب مدينة الرمادي وتبعد عن مركز محافظة الأنبار حوالي 8 كيلو، اما مساحتها فتقدر بحوالي 140 كيلومتر مربع، حيث يبلغ في وقتنا الحاضر نسبتها السكانية حوالي 21693 ألف نسمة ما بين رجل وامرأة. الآن أصبحت زنقورة من الناحية الكثافة السكانية وما موجود بها من تطورات علمية وثقافية، بالإضافة إلى ما موجود بها من كوادر في الجهات الأمنية بصراحة، سواء شرطة أو جيش أو من بكل مفاصل الدولة وأجهزتها هو موجود من زنقورة، يعني حتى رتب عالية يعني وصل رتبة لواء، رتبة حميد. احنا هذا إن شاء الله فقط ينقصها بعض الخدمات اللي هي خدمات بالبلدية، خدمات بدعم المناطق الأراضي الزراعية حتى شوية يصير بها مثل ما يقول ناتج، خدمات بتبليط بعض الطرق. نشأت هذه القرية بعد تعرض سكانها إلى الفيضانات لنهر الفرات في عام 1967، حيث بدأ السكان بالتنقل للمناطق المجاورة لنهر الفرات إلى المناطق الصحراوية المرتفعة. صار انتعاش من ال75 لحد ال80، يعني كان أحسن أوج التطور في هذه المنطقة. ثم مر الظرف اللي مر على العراق وكل تعرفه، بدأت الحرب مال عقد الثمانينات، والحمد لله إن شاء الله العراق طلع منها ومشت الأمور. ورغم أنه بعد الثمانينات عقد التسعينات جاء الحصار، لكن كان للمنطقة دور فعال بدعم الغذاء الرئيسي، ما تصدر من كميات من الحبوب خاصة الحنطة وما يدعم المنتوجات الحيوانية. أصبح الاعتماد ابن المدينة يعتمد على ابن الريف اللي ما يصل من منتوجات. تشتهر منطقة زنقورة بالعديد من المهن الحرة، ففيها النجار والحداد والبناء إضافة إلى رعاة الأغنام، فيوجد العديد من المزارع يتم تربية المواشي فيها، إضافة إلى المساحات الشاسعة التي يتم استخدامها في الزراعة. كانت العوائل تقريبا شبه محدودة، اعتمادها الرئيسي على الزراعة وعلى تربية يعني المواشي، ويعني شبه اكتفاء ذاتي على هاي الحالة. والله احنا من منطقة زنقورة، وتعرفون جاي نجي بالحلال وهذا بالاغنام الصبح، نطلع يوميا الصبح نحدر ما نطلع نرجع الى المغرب. هذا يوم يعني نعيش الغنم نحطها جاي نستفاد منها، هم يتكاثرين هم الفائدة لنا. الزرع هو هذا مبينه جاي نطشه هو الها مبينه، هذا الشيء ماشي من قديم يعني من اجدادنا وابانا واحنا ومن جيل الجيل بعد يمشي. هي هاي الاغنام هذا يعني احنا متعودين على هذا الشيء. زنقورة تحتوي على كثير من المهن اللي يزاولوها الكثير من الشباب، اللي الحدادة، النجارة، وبعض اللي اختصاص الطب والهندسة، وهواية كوادر ضمن هذه المنطقة. احنا كنجارين ورثنا النجار عن آبائنا وأجدادنا، وعندنا تعتبر النجارة من هي الفنون اللي خلينا نقول جميلة، بها فن بها ذوق، يعني بها خلينا نقول النجارة كل شيء ورثناها عن طرق آبائنا ونعلمها إن شاء الله لأطفالنا بالمستقبل. والنجارة تعتبر فد شيء يعني حلو، فن بذوق. طبيعة هذه المنطقة زراعية محاذية لنهر الفرات من جهة الشمال، ومن جهة الجنوب منطقة صحراوية، هذا من جانب. أما من جانب آخر فأول الأماكن اللي نشأت فيها مدرسة سومر، ومن ثم تحولت إلى مدرسة الإرادة للبنين، وأول جامع شيد فيها جامع الخلفاء. بدأ التطور يعني صراحة في هذه المنطقة، يعني دخلت المدرسة عام تقريبا 71،
بدأت الأمور تتطور بهذه المنطقة. بعض المدارس كانت محدودة، مدرستين أو ثلاثة. بال 73 دخلت الكهرباء إلى المنطقة، صار أحسن شوي، تطور أفضل، بدأ وعي أكثر من لدى أبنائها. عندنا مهندسين، عندنا دكاترة، عندنا المحاضرين، المعلمين. توجد العديد من العشائر الأنبارية الأصيلة في هذه المنطقة، منها عشيرة البعساف وعشيرة البشتيب وعشيرة البمرعي والكراغول وعشيرة البجابر والعقيدات وعشائر أخرى. المنطقة بها تقريبا 5 عشائر، عشائر ضخمة من بجابر وبعساف وبمحل وبها محامد وبها كل شيء، قراغول بها، فهواير. تتميز هذه المنطقة بعاداتها وتقاليدها المتعارف عليها، فهي منطقة عشائرية ولا ننسى كرم أهلها لكل من يقصدها من الضيوف والزوار، حيث تتجاوز جميع التقسيمات والخلافات السياسية والغير سياسية وبكل أنواع الخلافات، لتجعل من الضيف شخصا مبجلا وله الحق المبيت والطعام قبل أن يغادر إلى وجهته. يعني نقولها واحنا ان شاء الله حاضرين لكل الطيبين اللي ياتونا. اصبح يقول انا اخرج الى مناطق الريف لان اجد بها الهواء النقي، اجد بها الكرم، اجد بها اللحوم الحيوانيه النقيه، يعني ما بها، مو مستورده، ما يعني اصبحت الحاله يضرب بها المثل في هذا التطور. الأجواء الجميلة والطبيعة الخلابة في منطقة زنقورة لا تخلو من رقصة أو دبكة التشوبي في المناسبات المتعارف عليها في محافظة الأنبار، فهي من ضمن الممارسات الشائعة في المحافظة وبالتحديد في منطقة زنقورة. لهنا انتهى مشوارنا وياكم، انتظرونا بحلقات أخرى وأماكن أخرى، إلى اللقاء.